الناس قعدت تكومنت على البوست اللي هو مبروك حبيبتي بجد I'm so happy for you بجد امور قوي. ايه ده ايه السؤال المفاجأة ده؟ مدمنة عصير. بصي عصير من عند الراجل. جربتي عصير التين شوكي؟ جامد. خد لب معايا في كل حته. بس هو مش معايا دلوقتي للاسف يعني. سوري او لب، بس لو لب اسمر بقى او لب سوبر. اما بكون متوتره قوي ببقى اللي هو بتكلم اكتر وببقى هايبر اكتر، فببان ان انا مش متوتره خالص، فده بيخدع الناس طول الوقت. دلوقتي خلاص الخداع راحت. بريكنج باد ده خلاني اسيب شغلي واقرر ان انا امثل، اكل احسن، قصيت شعري، فاهمه اللي هو هغير حياتي الى الابد. هايزنبرج يعني كتر خيره ساعدني كتير. انا طبعا اول ما بشوفه في التلفزيون بتفرج عليه كده رضا. ده دخلته 5 مرات في السينما وبحبه جدا وبحب احمد حلمي جدا، فبحب اتفرج على اي حاجه هو فيها. سابع جار عامه هو في حاجه فيه بتحسي كده انه بيحضنك كده. ريفو اول ما جالي انا لما قريت الجزء الاول كنت حاسه ان بجد شخصيه ياسمين دي ألذ شخصيه في المسلسل كله. ما كنتش عارفه معالم الموضوع هيبقى عامل ازاي، حتى واحنا بنصور ما كانش عندي توقع نهائي ان ده هيحصل بعد كده. احلى حاجه كانت فيه الكرو والكاست كلنا بقى مع بعض، والانتاج والاخراج عرفوا يختاروا الناس اللي كله يبقى متماشي مع بعضه، يعني فعلا كان فن. وبعد كده بعد لما ريفو نزل بقى اتخضيت جدا من اللي حصل، ما كنتش متوقعاه نهائي، بس طبعا كنت متحمسه بقى ان احنا نعمل سيزون 2. كان في خوف بتاع اللي هو طب احنا عملنا حاجه قويه في سيزون 1، هل هنعرف نعمل ده في سيزون 2 ولا لا؟ بس وانتي كده احنا كلنا مع بعضينا، فده كان مطمئن اللي هو احنا مش مشكله احنا مع بعض. عارفه لما انتي بتكوني بتشتغلي في اي حاجه بس معاكي الشله الصح، انتي ما التعب ما بيفرقش. ايوه ربنا يخليكم لبعض يا جماعه. بصي شخصية ياسمين معقدة، حبها لشادي هو اللي بيحرك كل حاجة. ريفو عن شادي وعن علاقة كل الناس من وجهة نظري يعني بشادي، فعلاقة ياسمين بشادي هي الدافع الأساسي ان هي بتعمل كده. بعد ما شادي بيموت وبتخطب وبتتجوز لأدهم وكده، بيحصل لها تحول في الشخصية بسبب حبها لشادي، فقلبت خالص وبقت الخوف مخليها طول الوقت شريرة. في التسعينات كانت كل حاجة شادي، دي كانت اكتر حاجه بتحركها. وحتى لما قررت ان هي هتقوله ان هي مسافره وهتتجوز ادهم، كان عشانه برضو عشان هو ما يسيبش الباند، فهي حطت طموحه فوق طموحها. فلما هو مات وهي طبعا حست ان هي السبب في ده، وان هي اتعكت مع ادهم اللي هي ما بتحبوش، بس ظهر حب جديد وهو حبها لابنها اللي هو رامي ده. هي مش عايزه ان هو يحصل له زي شادي، هي بالنسبه لها مزيكا انت هتموت. يعني الحب برضو هو اللي بيحركها ان هي تدافع عن ابنها بشكل مرضي وبشكل مش عقلاني ومش منطقي تماما. بصي هو ناس كتير قوي افتكرت ان دي شخصيتي الحقيقيه. يعني من كام يوم كده واحد صاحبي بيعرفني على اخته، فاخته بتقول له طب ما هي لذيذه هي امال ليش طالعه شريره؟ اللي هو يا جماعه ده تمثيل. في كايروكي الناس كانت لما كان بيغني متكتف قعد يقول لي ده بسببك، انت السبب. الحمد لله حلو ان الناس قادره تشوف ان قد ايه انا عملت حاجه مختلفه، قدروا ان هم يشوفوا المجهود اللي انا حطيته. حاجه يعني انا ممتنه ليها جدا، الناس اللي قادره تشوف ده وقادره تقول لي انا كرهتك، مش قادره، مش عايزه اتكلم معاكي اصلا، مش طايقك، مش عارفه اقول ايه يا جماعه اكتر من كده. بس انا ما اتخطبتش في الحقيقه. انا اتخطبت في المسلسل لاسباب مهمه جدا. حتى لما جيت قلت للناس يا جماعه شكرا بس انا ما اتخطبتش، الناس قعدت تكومنت على البوست اللي هو مبروك حبيبتي بجد I'm so happy for you بجد الف مبروك امور قوي. يعني مبروك. برضو محتاجه مثلا احط صوره واحط اكس على عمرو. نزلت صوره وانا عامله كده اللي هو يا جماعه مفيش اهو مفيش حاجه، مبروك. الجزء الثاني يبين القصه اكتر، الحكايه وضحت، بقى في شخصيات اكتر، بقى في تعقيدات اكتر، بقينا بقى فاهمين اللي هو اسباب كل حاجه اللي احنا ما كناش فاهمينها في سيزون 1. سيزون 1 كان كده اللي هو ايه تشويقه كده وفهمنا الحاله وفهمنا الشخصيات حبيناهم. سيزون 2 في حاجه جد كده اكتر. الاثنين احلى من بعض، بس طبعا الناس يعني الناس عرفت بعض اكتر في سيزون 2، او كانت خلاص اللي هو داخله متعوده على بعض، ورينا داخلين بنهزر
في الشغل. سيزون 2 كان مريح اكتر اغنيه حبيتها في المسلسل كله متكتف. بجد انا بقالي مثلا 3 اسابيع بسمعها كل يوم الصبح. بصي بتبداي يومك بمتكتف تلاقيه ماشي حلو جدا. انا بالنسبه لي اكتر مشهد هو لما بتقوله ان هي حامل، سبويلر اليرت، وهي بتبقى خايفه قوي 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 قوي، وخايفه من رد فعله اكتر من اي حاجه. فعارفه اللي هو لما تكوني بتحبي حد قوي فاللي هو انت حطاه هو رقم 1. وانا صغيره كنت بقعد اقول ان انا كان نفسي اشتغل في المخابرات، فيها تمثيل برضو لو فكرت فيها. كنت احب ابقى مخرجه دوكيومنتريز، افلام تسجيلي، او اشتغل في محل ايس كريم. يا سلام، انا اشتغلت حاجات كتير. كنت بكتب في الاعلانات، مدرسه دوبلاج، كنت بدي تورز للطلبه الاجانب في الجامعه. انا بحب الفاشن وبحب الحاجات الصديقه للبيئه، فلما بيجتمعوا مع بعض ببقى مبسوطه. يعني انا مبسوطه ان انا اعبر عن نفسي من خلال اللبس، وانا اصلا بحب اللبس والحاجات المختلفه. يعني من وانا صغيره اللي هو ايه، اخد لبس امي طبعا وفاهمه قدام المرايه واقعد اعيش بقى الدور وكده. فان انا اعبر عن ده من خلال قلقي الشديد تجاه تغيير المناخ فرصه كويسه. والحمد لله يعني ان هو بعد انا اما عملت اما لبست الحاجات دي كنت مع هانيا غنام وفريده خطاب، هما ستايلست بتوعي، قعدنا نشتغل مع بعض عشان نطلع حاجه زي كده. واب فيوز طبعا هما ادوني التوب ان هو معمول من البلاستيك، فده كان فرصه. يعني حسيت ان هو عمل حاجه، واللي هو بعد كده الناس بقى كانت اللي هو لا البلاستيك تحفه. مبسوطه جدا ان كمان في شركات ناشئه ولوكال براندز كتير قوي بتعمل حاجات ايكو فريندلي. يولو. استمتعي انت. تمام والله. يعني اللي هو كل حاجه بتحصل في الوقت المظبوط. women want هم يعيشوا حياه احسن. انا بحب what women want واحنا بنحب بجد.